السلام عليكم، يا مرحبا وسهلا، شحالكم بخير؟ وني بيكم مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا بالناس القدام ومرحبا وسهلا بالناس الجداد، مرحبا وسهلا ما تعد. وغني بيكم والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. اليوم بتشارك معكم هذا المسمن على طريقتي اللي كيجي صراحة ممرق كيف موضح في الفيديو. صراحة والله إلا شي نقول لكم، والله اللي زين ان شاء الله الا جربتوه لا يعجبكم. المهم بغيت تقريبا قدر 30 ديال الدقيق وزلافة ديال الفينو وهذا وشوي من الملح، ودرت كتشارة ديال العسل، ودرت خمارة حمراء. وتشوف نخلط المكونات كاملة وتشوفوا نعجنها. الا بغيتي المسمن يجي معاك زين ودشي ضروري خاصو يرتاح المسمن، الا بغيتي ينجح معاك يرتاح. المهم بالنسبه للحشوه ديري انت داكشي اللي متوفر عندك، داكشي اللي كتبغي. المهم انا درت البصله والفلفله وكان عندي شويه من الشحم. المهم تشحري هذيك الحشوه مزيان اللي تشحر وخليها تبرد ضروري. الحشوه تبرد شي مؤكد باش ما تقطع معك العجين. خليته مولي يرتاح مرة ثانية باش من تبغي تكرسيه يجيك ساهل ساهل في الخدمة. المهم كنقرص المسمنة منين تقرص مزيان ونطويها الى النص، ونطوي النص الثاني الى النص يعني كيف موضح في الفيديو. المهم وندير الحشوة هاي الساعة ونفم نطوي مولي على الحشوة اللي عندي. المهم صراحة طريقة سهلة وإن شاء الله ولا جربتوا لا يعجبكم كيف شفتوا. هاي طويت على هذاك بحال هاك. المهم راهو أصلا الفيديو موضح هذا كامل. هلا ياسر من رجلي قال لي تمي تكلمي في الفيديوهات، ما انا كاع ما كنت نتكلم بيا نغلط داك علاه. هاو شوفوني بكم. المهم درت الماء قليلين من الحماس ومن يلا دخلها طياب شوي، درت لها مولي ليها شوي من الزيت وقلبتها مولي للزر الثاني وتم نقلبها هكاك. كيف جات تبارك الله. هذاك العسل كيعطي هذا اللون، دور العسل في العجين كيعطي هذا اللون اللي كيعطي هاك الحموريه. او تشوفوني بكم بهذه الطريقه ان شاء الله ولا ينجح معكم. كالعاده لا تنسوا الاعجاب بالفيديو. مرحبا وسهلا.